اكيد كلكم سمعتوا ان في وسط الحرب الاقتصاديه اللي ما بين امريكا والصين دي، امريكا تيجي ترفع التعرفه الجمركيه او توقف تصدير السيمي كوندكتورز او الشيبس او الجي بي يوز للصين. الصين بترد بحاجه واحده بس، ان هي بتوقف تصدير المعادن الثمينه او اللي ساعات بيسموها المعادن النادره، اللي هي رير ايرث اليمنتس REE. فالسؤال ايه هي بقى المعادن الثمينه دي، او ايه هي المعادن النادره دي، وايه اهميتها، وليه الصين عامله فيها مشكله؟ المعادن النادره دي هي 17 معدن او 17 عنصر، والغريب في الموضوع ان هم مش نادرين، يعني وجودهم مش نادر، مش موجودين بكميات قليله، هم موجودين بكميات كبيره، يمكن اكتر من مواد كتير موجوده في الطبيعه انت بتفتكرها ان هي يعني اكتر منها، زي النحاس مثلا. المواد دي موجوده اكتر من النحاس مثلا في القشره الارضيه. سبب تسميتها ان هي نادره او ثمينه ان هي بتبقاش موجوده في صوره بيور، ان هي بتبقى موجوده في صوره مركبات بيصعب فصلها عشان تبقى موجوده في الفورم او في الشكل اللي يناسب الصناعه. طيب هما بيخشوا في صناعات ايه؟ بيخشوا في صناعات اي حاجه حوالين منك، اي حاجه خصوصا بتعتمد على الصناعات المستقبليه، يعني سيمي كوندكتورز، بطاريات كهرباء، اي حاجه صناعات متقدمه. المواد دي داخله في تصنيع، لانها بتصنع مغناطيسات قويه جدا بدون تيار كهربائي، فبالتالي تعتبر هي العمله بتاعت المستقبل. لو انت جيت فكرت فيها، دي شبه السبايسز اللي كانت موجوده في المديونز، لو فكره مبسطه يعني. طيب ليه الصين تحديدا هي المتحكمه في الموضوع؟ الصين بتمتلك النهارده 70% من الاحتياطي او من المستخرج سنويا. خلاص. في وجود دول تانية زي امريكا عندها مثلا معمل او ماين موجود في كاليفورنيا بيطلع 15%، واستراليا بتطلع شويه، الهند فيها، روسيا فيها، البرازيل فيها. بس المشكله مش بس وجود المواد دي، هي الفكره في معالجتها، وان انت تجهزها ان هي تبقى ماده قابله ان هي تخش في الصناعات اللي احنا اتكلمنا عليها دي. وده بيحصل بس بشكل اكسكلوسيف في الصين، وبشكل اقل قوي في استراليا. وبالتالي الصين بتتحكم في العالم كله. عشان كده لما الصين بتقول هوقف، يبقى هوقف، يبقى مفيش اي حد هيقدر يصنع اي حاجه. وده اللي بيخلي الدول والشركات الكبيره بتحاول توفر عقود او سبلاي تشين يسهل لها سلاسل توريد، تسهل لها ان هي الحصول على المواد دي بشكل مستدام لمدة كبيرة، عشان تقدر تتحكم في اسعارها وفي انتاجها على مدار السنين. الغريب في الموضوع ان في دول او في اماكن ابتدى يطلع فيها استخراجات مهمة زي جرينلاند كوت ان كوت، ودي اللي يمكن عامله المشكله مع ترامب، زي الاتفاقيه اللي مضاها ترامب مع زيلينسكي في اوكرانيا.